الزخم العلمي الهائل الذي جاء لينيط اللثام على مختلف الخزائن ومختلف الموروثات الثقافية التاريخية بمدينتنا إن شاء الله. وللعلم أثني على المحاضرة العلمية التي قدمها جمزر، لأنه قصورنا ومدافننا تحوي الكثير من المخطوطات القديمة. درنا عمليات تنظيف وعمليات يعني ترميم، ولكن لقينا باللي بعض الأوراق المخزنة تحت تساقطات وتحت الأحوال الطينية في القصور والله أذهبت بالمخطوطات إلى طي النسيان. إحنا بعض الأسئلة رانا نقدموها للمكتبة الوطنية، إن شاء الله نستفيد من خبراتها في القادم من الميادين. بعض الجمعيات المحلية والناشطة في مجال حماية التراث بمختلف أنواعه بدأت تفكر في مشاريع توأمة مع مؤسسات رقمية وأكاديمية من أجل الرقمنة كما أشرتم وبينتم في المحاضرة. هل بإمكان المكتبة الوطنية أن تكون ظرفاً راعياً أو وسيطاً رسمياً في هذه التوأمات، خاصة إذا كانت تهدف إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في قراءة المخطوطات؟ كذلك أن بعض خزائن المخطوطات خاصة بالعائلات والزوايا، هل لديكم أو هل لدى الجهة المخولة لتثمينها وإخراجها من براثن النسيان استراتيجية حتى نتعامل مع ملاك الخزائن هذو؟ لأن ملاك الخزائن كما قال حمزة راهي مهمة جد ومستعصية، لأنه الكثير من المخطوطات ذهب إلى طي الإتلاف وعلاه، لأنه ممكن يعتقد أنه كان بعض المخطوطات راهي خاصة بالعالم الروحاني وبعض العالم الجني كما تعرفوا، لذلك يقوم بإتلافها وتضييعها، وهذا لجهل علمي لربما. وفي ظل محدودية البنية التحتية في مدينة جانت، هل بإمكان المكتبة الوطنية أو شركائها الأكاديميين توفر دعم أو فضاء لتكفل عمليات الترميم الرقمي كما قالت الأستاذة اللي راهي على المنصة؟ لأنه عمليات ترميم المخطوط لازم تحتاج إلى دورات مكثفة وورشات رقمية عملية على أرض الميدان. ماذا بينا احنا كجمعيات نستفيد من خبراته ونبدأ من الآن حتى يعني نستفيد من ترميم على الأقل 3 مخطوطات أو 4، ولما لا كل المخطوطات الموجودة حاليا بالمدينة. وشكرا لكم. شكرا.